السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال طيبه ان شاء الله. اليوم نشارك معكم طاقط بكريمه ديال الحامض اللي تجي رائعه بزاف، مذاق بنين 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 وسهله التحضير. بسم الله على بركه الله. باش نحضروا هاد لاطاقط هادي، عندي هنايا انا وجدت من قبل هاد لاباط نفسها اللي تنستعملوا في الكيش. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف ديال الكيش. غير هادي تنضيف ليها شويه ديال السكر في العجين باش تجينا حلوه. ودابا راه متوفرين في جميع المحلات يتباعوا هاد لي فون ديال لي كيش وديال لي طارطولي، تيكونوا تيتباعوا متوفرين باثمنه جد مناسبه. تشريوهم، طيبوهم وتتعمروهم، شي حاجه اللي تيكونوا ساهلين في التحضير ديالهم. المهم انا كما قلت لكم العجين هي هذه حضرتها. دابا غادي نثقبها مزيان وندخلها للفران حتى طيب. بالنسبه للكريمه اللي غنستعمل، عندي هنايا كريم باتيسير بنكهه الحامض اللي متوفر في جميع المحلات اللي تيبيعوا هادشي ديال الحلويات. عندي نص لتر د الحليب، ضفت ليه 2 معالق كبار ديال بودره ديال كريم باتيسير بنكهه الحامض، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده تنديرهم في الحليب يكون بارد. تنخلط العناصر كاملهم مزيان وتنوضعهم فوق البوطه. اللي ما متوفرش عندها الكريم باتيسير بنكهه الحامض، عندها غير كريم باتيسير عادي، نضيف ليه قشور ديال الحامضه من الاول مع الحليب ولا كريم باتيسير. من طيب الكريمه ديالنا وتختار، تضيفوا ليها نص كاس ديال عصير الحامض. صافي الكريمه ديالي هايدي من بعد ما اخترت، تنضيف ليها معلقه ديال الزبده وتنحرك العناصر كاملهم مزيان حتى تذوب ديك الزبده. صافي لا طاغط هايدي من بعد ما طابت. عندي هنا لا كريم باتيسير، واخا ما يبردش مزيان يكون شويه دافي معليش استعملوه. وعندي هنايا البنان، تناخذ واحد شويه ديال الكريمه وتنديرها في لاطاغ ديالي. هاد الكريمه هادي راه تجي بنينه بزاف. عندي هنايا تنستف البنان وتنعاود ندير واحد طبقه اخرى ديال الكريمه من الفوق. تيتوات المذاق ديال البنان مع الحامض، تيجي المذاق ديالو بصراحه رائع بزاف. دابا غادي ندير طبقه اخرى ديال البنان وغادي نضيف الكميه اللي بقات ليا ديال الكريمه، غنديرها من الفوق. كما شفتوا هاد لاطاغط هذه ساهله والمذاق ديالها رائع رائع بزاف. صافي هي دي من بعد ما كملت الكريمه ديالي كاملها وزعتها من الفوق. دابا غادي نزين لاطاغط ديالي بلي بيبيت دو شوكولا. تيبقى اختياري ليكم، يمكن لكم تذوبوا الشوكولاط وديروا خطوط هكا من الفوق، ولا ديروا كاوكاو ايفيلي ولا اللوز ايفيلي، تيبقى اختياري ليكم. انا غادي نزين الجوانب غير بهذه الطريقه. صافي وتندخلوها للثلاجه تتبرد ونتلاقاو باش نوري لكم الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغط اللي حضرت معكم اليوم. شي حاجه اللي سهله والمذاق ما نقول لكمش البنات بنينه بنينه بزاف بالمذاق ديال الحامض والبنان. شي حاجه اللي رائعه رائعه، يمكن لكم تحضروها في رمضان. شي حاجه اللي بنينه. دابا انا قطعت معكم واحد الطريف تشوفوا كي تجي من الداخل، تجي ديك الطبقات ديال الكريمه والبنان. شي حاجه اللي غزاله. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما بقى ليا الا نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.